في ناس كتيرة فاكرة إن التوازن هو إن أنا أجيب ورقة وقلم وأقسم يومي، ساعتين شغل، ساعتين رياضة، ساعتين جانب روحي، ساعتين راحة، whatever. بس الحقيقة إن ده مش التوازن. التوازن هو مش وقت، التوازن هو وعي. تبقى واعي إن حياتك فيها جوانب كتير مختلفة، زي مثلا شغلك، عيلتك، الجانب الروحي بتاعك، صحتك النفسية، وبقية الجوانب التانية اللي في حياتك. هيجي لك وقت معين هتحتاج تدي جانب معين من الجوانب دي وقت أكتر من الجوانب اللي حواليه. زي مثلا ان انت تركز في شغلك دلوقتي لان مثلا انت محتاج فلوس او داخل على ترقية او بتحاول توصل لحتة معينة في كاريرك. بس الكاتش هنا انك ما تغفلش عن بقية الجوانب، يعني ما تفضلش بقى ماسك في الشغل وتسيب بقية الجوانب التانية تقع منك. لا، انت ممكن تحط فيها وقت بس مش بنفس الوقت اللي انت مثلا مديه لشغلك في الفترة الحالية. هيعدي عليك وقت تاني هتبقى مثلا محتاج تدي وقت اطول لنفسك، او وقت اطول للعيلة اللي حواليك، او وقت اطول للجانب الروحاني في حياتك، او على حسب المرحلة اللي في حياتك. فالحقيقة ان التوازن هنا هو مش تقسيم وقت، التوازن هنا هو تقسيم وعي. تبقى عارف ان انت واعي كل فترة وعارف بتديها ايه وما بتديهاش ايه. بس اهم حاجة انك ما تسيبش الجوانب التانية تقع منك، لان الحياة عاملة زي العجلة، لو وقع منها جانب مش هتقدر تلف ومش هتكمل.